موضوع قطر. قبل ذلك أنت كنت رئيس المكتب الإسرائيلي في الدوحة في العام 1999 حتى العام 2001، وبعدك استمر المكتب في العمل حتى العام 2009 عندها أغلق. أنت كتبت مقالا بعنوان قطر قنبلة. طبعا ماذا تقصد؟ المشكلة مع قطر انه قطر في السابق، يعني ايام الامير السابق حمد ابن خليفة، كان عنده سياسة التوازن. من ناحية واحدة كان يأيد طالبان، كان يأيد التطرف، ومن ناحية تانية كان يأيد الغرب. مثلا فتح مكتب إسرائيلي في الدوحة، وبعد يومين فتح سفارة قطرية في غزة. كان بيأيد الأمريكان، ومن ناحية تانية بيأيد كوبا. كان عنده علاقات جيدة مع أوروبا، ومن ناحية تانية مع إيران. بس المشكلة مع قطر بتاعت السنة الأخرانية مع الأمير الجديد تميم ابن حمد، إنه هو فقد سياسة التوازن. مش مهتم بالتوازن، مش مهتم بإيه هيقولوا الناس التانيين، مش مهتم بالمجتمع الدولي. هو أساسا اللي بيعمل المشاكل، هو اللي بيدفع حماس، هو بيدفع السلاح، هو بيقول لخالد مشعل ما تسألش كمل. والمشكلة القطرية إذا أقدر أقولها بصورة بسيطة، مشكلة قطر هي مشكلة عشائرية. عشائر قطر لازم تحل المشكلة دي. في عشائر في قطر محترمة، فاهمة كمان إذا الأمر ده هيكمل مش هتفضل قطر. وإذا العشائر في قطر مش هيحلوا المشكلة دي، السعودية هتحلها زي ما حلت مشكلة البحرين. يعني أمريكا كانت ضد دخول الجيش السعودي للبحرين، و600 جندي دخلوا على البحرين، والاستقرار وصل على البحرين. يعني 600 جندي، مفيش داعي حتى ل 600. 300 جندي من السعودية هيخشوا على قطر. مفيش أصلا جيش قطري، مفيش أي عساكر قطرية. اللي بيأيد قطر واللي بيدافع عن قطر هو أمريكا، اللي عندهم المركز العسكري اللي اسمه العديد.